لو بتستخدم اللابتوب او البي سي كتير زي فالنهارده هنتكلم على 5 تطبيقات هيسهلوا عليك استخدام الويندوز. تطبيقات النهارده كلها مجانيه، وهسيب لينك لكل حاجه في الديسكربشن. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. اول تطبيق معانا هو شير اكس. شير اكس بيعمل سكرين شوتس للشاشه. المميز في شير اكس ان في اوبشنز كتير وكلها مفيده. اول ميزه فيه ان انت ينفع تاخد سكرين شوت للشاشه كلها او لابلكيشن واحد بس، وبياخد الويندو بتاعت الابلكيشن ده بس. ده مفيد جدا بالذات في استخدام انكي مثلا. يعني لو في سلايد عايز اخدها سكرين شوت، بدل ما افتح البرنامج واحدد المكان اللي انا عاوز اخد منه سكرين شوت، لا انا ممكن اضغط على الويندو بتاعت البرنامج وهو بيحدد لي السلايد لوحدها بس. بعد كده لما بتعمل سكرين شوت بيتعمل لها كوبي، فبعد كده بعمل لها بيست بسهوله في انكي. تاني ميزه في شير اكس ان بعد ما بتاخد السكرين شوت في اوبشنز كتير للتعديل. فمثلا ممكن تعمل بلور لحاجه انت مش عايزها تظهر في السكرين شوت زي رقم تليفون مثلا، او تمسح كلام انت مش عاوزه في السكرين شوت، او تعمل هايلايت لكلام معين. تالت ميزه ان في سكرين ريكورد، فممكن تسجل الشاشه فيديو برضه. اخر ميزه ان اي حاجه من الحاجات دي ممكن تحدد لها اختصار في الكيبورد. يعني انا مثلا عامل ان لو ضغطت كنترول شيفت اس هيعمل سكرين شوت، ولو عملت كنترول شيفت اكس هيسجل الشاشه فيديو. وده كان اول تطبيق معانا وهو شير اكس. تاني تطبيق معانا اسمه كليب كليب. عمرك عملت كوبي لحاجه مهمه زي رقم موبايل مثلا ونسيت تعمل له بيست، وبعد كده عملت كوبي لحاجه ثانيه ورقم الموبايل ده ضاع منك؟ هنا تيجي ميزه كليب كليب. التطبيق ده بيحتفظ باخر كذا حاجه انت عملت لها كوبي، ولو عايز تعمل بيست لاي حاجه منهم بتعمل كده بسهوله. كل اللي عليك ان انت تضغط كنترول شيفت في وهيظهر لك قائمه باخر كذا حاجه انت كنت عامل لها كوبي، ولو ضغطت على اي واحد منهم هيعمل له بيست. كمان لو دخلت على الابلكيشن نفسه هتلاقي لسه باخر كام حاجه انت كنت عامل لها كوبي، وكمان هتلاقي فيهم السكرين شوتس اللي انت كنت واخدها بشير اكس. ثالث تطبيق معانا هو يولي. عندي مشكله مع السيرش اللي في الويندوز. لو دخلت على ستارت علشان تدور على اي ابلكيشن عندك، اوقات كتير مش بيطلع في السيرش مع انه موجود عندك. وهنا يجي دور تطبيق يولاي. علشان تفتحه كل اللي عليك ان انت تضغط الت سبيس ويفتح لك بوكس فيه سيرش، وتكتب اي تطبيق انت عاوز تفتحه يظهر لك بسهوله. كمان التطبيق فيه اوبشنز ثانيه زي ان انت ممكن تكتب رابط في البحث ده وهيفتح لك الرابط ده على البراوزر. او كمان لو عايز تبحث في جوجل او يوتيوب مثلا، بدل ما تدخل على البراوزر وتفتح اليوتيوب وتبحث فيه، كل اللي عليك ان انت تكتب في السيرش ده واي تي علامه استفهام وتكتب الحاجه اللي انت عاوز تبحث عليها على اليوتيوب. كمان لو عايز تبحث في جوجل نفس الكلام، تكتب اختصار تاني اللي هو جي علامه استفهام، وبعد كده تكتب الحاجه اللي انت عاوز تبحث عنها في جوجل. الاختصارات دي كلها بتتحدد من الاعدادات بتاعه البرنامج وانت اللي بتحددها بنفسك. التطبيق الرابع معانا هو ايفريثينج. سيرش الويندوز في الملفات بطيء وسيء جدا، واوقات كتير مش بتلاقي الملف اللي انت عاوزه مع انه موجود، او علشان تلاقيه ممكن تلاقيه بيحمل كتير جدا. التطبيق اللي معانا شبه اللي فات شويه بس للملفات. ميزه التطبيق ده انه سريع جدا، مفيش مقارنه بينه وبين الويندوز. اول ما بتفتح التطبيق بيظهر لك اخر ملفات كنت فاتحها، بعد كده تبحث عن اي حاجه انت عاوزها وبيفتحها لك بسهوله. التطبيق الخامس مع نوشن ونوشن كالندر. نوشن افضل نوت تيكينج اب او تطبيق للملاحظات يعني. كمان في التحديثات الاخيره في مشاكل كتير اتحلت، زي ان انت تقدر تفتح اكتر من صفحه في وقت واحد، كمان بقى اسرع بكتير. ان شاء الله بعمل عن نوشن فيديوهات في المستقبل. نوشن برضو عندهم تطبيق تاني اسمه نوشن كالندر، شبه جوجل كالندر بالظبط، بس الفرق انه مربوط بنوشن، فاي حاجه بتعدلها فيه بتتعدل في نوشن والعكس. ان شاء الله ممكن ابقى اعمل عنه فيديو في المستقبل. وبس كده، سلام عليكم.